السلام عليكم، واش راكم كي راكم لاباس؟ انا بخير والحمد لله. ان شاء الله هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير ومهنيين وبصحة وبعافية. الوغ البنات، بعد ما راني نطول عليكم، شفتوا راني نحط مرة في 15 يوم كامل. الله غالب هذا الوقت اللي ما عنديش الوقت. كما كنت تعرفوا مع الشغل تاع الدار والذراري وكامل ما عنديش الوقت كامل باه نحط. ان شاء الله من الناول الجاي نبدا منين ذاك. نحط لكم ان شاء الله. ان شاء الله ما نغيبش عليكم وما تغيبوش عليا ان شاء الله. الله لا يغيبنا على بعضنا. البنات جبت لكم اليوم وصفة وفكرة. اليوم عندنا زوج تدبيرات. عندنا وصفة و... ومعنا ان شاء الله واحد الفكرة هايلة. كيفاش راح نوريكم كيفاش نديروا الدراهم، كيفاش نلموا دراهم. البنات، هنايا كما قلت لكم البنات هنايا راح نوريكم الرز. ما كاش اللي ما تحبش الرز. نساء كامل يبغوا الطبق اللي يكون ساهل ساهل. آه، هذا ساهل اكثر من الخيال، اكثر ما تتصورون. هنا الرز هذا بالطريقه تاعي. على طريقتي على الطريقه اللي نحبها انا، ما نقولش انا طريقتي، ممكن كاين بزاف اللي يديروه بهذه الطريقه. عندي اليوم الرز في الكوشه كما راكم تشوفوا البنات هنايا. نخلو الفيديو يدور وحنا نحكو نقول لكم كي راكم ملاح لاباس. توحشتكم بزاف بزاف. وليكم تحياتي تحياتي، نقول لكم شكرا شكرا. على اللي راكم تتبعوني، واللي مازال ما اشتركوش في القناه نقول لكم ابوني ابوني، ما تنساونيش خياتي. وتفرجوا لي الفيديو التالي. جبت لكم واحده الفكره هايله كما قلت لكم. الوغ البنات، هنايا الروز هنايا كيفاش ندلو الى كل وحده وكيفاش تخدم الرز تاعها. انا الرز تاعي تاع الكوشه عندي واحد اللمسه نديرها له سبيسيال. هي اللي تخرجوا بنين، هي اللي تخرجوا بنين بنين، وما نستغناش عليها. يخرج هايل في الحق، يخرج هايل. جربت قال وصفات مي هذه هايله هايله. هذه الوصفه تاع الرز هذه كان عطاها لي واحد الشاف في وهرن. كنا تغدينا عنده، رحت لوهرن ندور تغدينا عنده. وقلت له ممكن على الوصفه. انا كي شغلت ندخل روحي هكا شويه، سقسيته على الوصفه قال لي ماشي مشكل. قلت له انا ما عنديش محل، ما عندي ريستورون، ماني داير خدمه تاع نخدم ولا. قال لي ماشي مشكل حتى ولو تخدمي ونعطيها لك. قال لي شوفي حنا كيفاش نديروا له. هما يجي بنين. قال لي حنا تكون نكثروا يطيبوا بزاف اللحم. سي بوغ سا يجي بنين بزاف. هي عطاني اللمسه قال لي اللي ديريها حتى بلا لحم بجامبو يجيك بنين بنين تاع الصح. شوفوا بالبطاطا وجامبو في بلاصه الدجاج ولا اللحم، ديري بطاطا وجامبو يجيك يهبل، يجيك هايل. جربيه على ضمانتي، على ضمانتي انا. البنات كاش حاجه ولا حطولي في كومنتير. شوفوا هنايا الرز عادي نغسلوه مره مرتين، نقوه مليح مليح حتى يصفى. نقطروه هذه الطريقه كامل تعرفوها بلا ما نقولكم. نديروه يتغلى مع شويه زيت وملح عادي. عندما كي يتغلى نعاودو نفرغوا عليه الماء بارد ونخلوه بجيه. نخلوه بجيه يقطر مليح مليح ينشف مليح. نديروا له شويه زبده، ما نقولوش الزبده باش نحلوه. يكون الروز كي يكون النوعيه شابه تاعو يخرج لكم مليح. انا في البلاطو هذا شدرت. في البلاطو هذا شحال درت العبار تاع الرز. درت الكيلو تاع الرز نحيت منه كاس كبير فقط. راكم تشوفوا هذا البلا هذا كما قلت لكم نحيت كاس من الكيلو. كاس من الكيلو جاني سوا بس انا عندي شويه العائله. الله يبارك، عندي 5 اولاد وانا والزوج 6 الله يبارك. كما راكم تشوفوا 7. احنا 7 افراد العائله ما شاء الله. كما قلت لكم البنات، ولاصوص تاعو هي صح في لاصوص الرز كامل. قلنا غليناه حطيناه بجيه. الصح في لاصوص انايا درت طرف تاع الدجاج والصدر تاع الدجاج. فوتو في الاشوار. فوت الصدر تاع الدجاج في الاشوار. من بعد درت لاصوص طوماط كانت عندي في الحق لاصوص طوماط واجده. هذا هو الرز شوفوا. هذا هو الرز بعد ما تغلى وطابره طايب مليح مليح. نبغيه يكون طايب بيان. عندي 3 حبات تاع البطاطا وعندي الجزر اللي هي زروديه. كاين اللي ما يقولوا لي في الكومنتير شي هي زروديه. احنا في الجزائر نقولوا زروديه للجزر. الجزر نديرو 3 حبات جزر و3 بطاطا.
شوفوا الجزر هنايا رابيتها في الاشوار، لازم تترابى بيان ونخلوها هكاك بيها بالماء باش تطلق لنا هذيك البنه تاعها، يجي بنين يا البنات ما شاء الله. تبعوا نشوف معايا الفيديو للتالي وراح ديري عشاء ما شاء الله. حتى ولو ما عندكش الدجاج وتك كثري الجامبو وما تخافيش. هنايا كانت عندي لاصوص طوماط، علاه ما قليتش الدجاج هو الاول. كانت عندي لاصوص طوماط البنات، حطيتها كنت داسها. انا ندير لاصوص طوماط كيما كي تكون عندي طوماطيش بزاف تاع الحب نشري بزياده، نخطف حبيبات نخدمها وندسها اونكو سا ديبو. نبغي نديرها بيتزا ولا نسيبها واجده كما راكم تشوفوا البنات. هنا قليت الدجاج تاعي، طرفت الدجاج تاعي وراح نضيف لهم الصدر هذاك اللي فوتو في الاشوار، رحيتو في الاشوار، نحطو معاها هنا في اللاصوص هذه. ونزيدو زروديه، نزيدو الجزر اللي هنايا عندي هذيك الدجاج اللي فوتو في الاشوار الصدر كومبليس. نزيدو عليها زروديه اللي رابيتها ثانيك، تكون مرابيه مليح. اللي ما عندهاش اشوار تفوتها في السكرفاج، سكرفج هكا. هنايا نغطي عليه ونخليه يتقلى مليح مليح، ونضيف له 2 كيسان تاع الماء ونخليه يطيب. بعد ما طيب لي لاصوص واش راح ندير؟ تبعوا معايا الطريقه البنات، سهله سهله ومكاش حاجه سهله للعشاء بحالها. وجديها وديريها للعشاء وما تخافيش. البطاطا هذيك تتحمر ما شاء الله. البطاطا تبغي تفوريها، تبغي طيبيها في لاصوص. البنات انا البطاطا طيبتها في لاصوص وحطيت الكركم. لي زيبيس انا كنت دايره في لي زيبيس كنت دايره في لاصوص طوماط، سي بور سا ما درتش دوكا. راح نزيد لاصوص طوماط هذيك، راح نزيد لها الكركم، راح نزيد لها شويه كركم، راح نزيد لها شويه كركم. وهذا هو البلا تاعي اللي قلت لكم يدي كيلو ناقص منه كاس فقط. هذا البلا يدي لي كيلو نقصت منه كاس. دهنته بالزبده ورايح نحط فيه الطبقه الاولى تاع الرز. هذاك الرز راح نقسمه على 2، ولاصوص راح نقسمها على 2. لاصوص بعد ما طيب راح نقسمها على 2، نقسم الرز على 2 طايب ونقسم لاصوص على 2. هنايا حطيت طبقه تاع الرز الاولى وزدت لها طبقه تاع لاصوص ونزيد لها طبقه تاع الرز، الطبقه التاليه تاع الرز. بعدها نزيد لها طبقه تاع لاصوص هكا بيتشرب لنا مليح. علاه انا ما درتش، ما نبغيش هذيك الطريقه تاع ديري الرز ومن بعد ديري لاصوص وتدخلي الكوشه ويجيك ناشف من الفوق يابس، ما يجيش شباب. انا ما كانش عندي هنا ورق الالومنيوم صراحه، ما كانش عندي. مانيش نفرغو كامل باش نشرو الصوالح هذوك تاع البابي الومنيوم وبابي مشوار وهذوك. راكم تعرفوا الدنيا راهي غاليه. هنايا وليدي راه معايا كيما راكم تشوفوا. كملت الطبقه الثانيه تاع لاصوص ودخلته الكوشه. وراح نرجع معكم راح نولي معكم للطريقه. وهنايا رايح نوريكم كيفاش نستعملوا الشحيحه. كاين بزاف اللي ما يعرفوش يستعملوا الشحيحه، كاين بزاف اللي يديروا فيها ماشي ما يعرفوش يستعملوا الشحيحه، كي شغل يديروا فيها غير الصرف، يعمروها غير بالصرف. انايا ما نبغيش الشحيحه ندير فيها الصرف. انا داير للاطفال تاعي داير لهم شحيحات سبيسيال كل واحد تاعو، كل واحد ربي يسهل عليه يدير فيها واش حب. بالنسبه للشحيحه تاع الكبار ما لازمش نديروا فيها الصرف هكا باش نلموا الدراهم. انا مقبل ما كنتش نعرف الفكره هذه، كنت ندير الصرف. ومن بعد ما خرجتش عليا هذه الطريقه هذه، راح نوريكم تشوفوا الطريقه اللي راح تدسوا بها الدراهم. حتى ولو ما عندكش، حتى ولو ما عندكش وراح تصبري عليها. وشنو تصبري عليها؟ كاين اللي يصبروا عليها عام عامين 3 سنين. قد ما تصبري عليها قد ما تكوني لميتي فيها دراهم. عندنا ورقه كيما راكم تشوفوا، عندي ورقه هكايا، ورقه تاع رسم وخططتها على 12 خط كيما راكم تشوفوا. درت لها 12 سطر. علاه؟ باش نكتبوا فيها الاشهر، نكتبوا فيها جانفي فيفري مارس افريل. عندنا 12 شهر نكتبوه فيها ونبداو نحطوا كل شهر واش تنحطوا. احنا مثلا رانا نقولوا مثلا رانا في جانفي، ابداي من جانفي والتحت، اكتبي الشهور من جانفي والتحت واللي لاقيينك الشهور باش تحطي فيها كيما راكم تشوفوا هنا البنات.
أنا نحط بال100,000 في الشحيحة، نحط بالصوميل، نحط ال100,000، 200,000 و50,000. طبعا مانيش رايح كل شهر نحط نقولوا 300 ولا 400 ولا نقولوا كل شهر وبركته، كل شهر واش كما يقول لك واش تيجي في يدك، كل شهر واش تيجي في يدك، اللي تجي في يدك حطيها. قال هذا الشهر عندي 100,000 ما رايح ندير بها والو، نحيها على روحي، ما ماشي كل خطرة نشرو لبسة نشرو، أنا صدت روحي نفسد بزاف كي درت هذه الشحيحة باه ما وليتش نشري اللبسة الحاجة اللي نشوفها نكمانديها. غير نخرج نصرف. بصح الطريقة هذه راح ديري بها إن شاء الله، ديري بها مصيرفات إن شاء الله. باه تشري حاجة كاين نقولوا اللي خاصتها بالك كويزينيير، كاين اللي خاصتها بالك ماشينه لافي ما عندهاش، كما يقول لك في البيوت أسرار كل واحد وش يخصو. راه عندنا كما يقول لك تقريبا 20 سنة زواج وما طقناش باه نصيبو حاجة خاصة، نلقاو حاجة خاصة. هنا البنات اللي حابة تشري حاجة ولا ما عندهاش ذهب ولا ليها ولا لبنتها ولا، ديري شحيحة كيما هكا تحطي فيها بالمية وبالميتين وبال50,000، تلقاي روحك أحسن من ديري وحدة تولي تحطي فيها بالألف راك والألفين، نهار اللي تجي تلاخري تصيبي روحك في 500,000 ولا 700,000 ولا راهي 500 ولا 700 في الوقت هذا ما راه دير والو. الوغ البنات كما راكم تشوفوا هنايا، هذه الورقة كيما راكم تشوفوا هنا كتبت فيها الأشهر كاملين، وانا عندي شحيحه واجده دوك نوريها لكم ونوريكم الطريقه كيف حطيت فيها. كما راكم تشوفوا هنا البنات، هاي ليكم الشحيحه تاعي انايا، هذه لصقتها لصقتها بالسكوتش الورقه هذيك. هاي ليكم، هاي لكم الشحيحه تاعي، داك نقول لكم شحال راه فيها الشحيحه تاعي. هذه الشحيحه انا راني حاطها من افريل، كما راكم تشوفوا بديت من افريل نحط. هيا كتبت غير افريل ماي جوان جويي اوت سبتمبر، وهذا الشهر اللي راهم لاقينا. شوفوا في افريل حطيت شوية، في ماي حطيت شوية، في جوا حطيت شوية، جوي وأوت ما حطيتش. كما راكم تشوفوا هي فارغة هذيك، اللي سطرتها راهي فارغة ما حطيتش لا غالب، ما كانش عندي. هذاك تاع الصيف العراس والكادويات كما يقول لك القناة تاع الربح تبع كوبيا، هذيك ما الله غالب ما لهيت عليها، ما درتش فيها، لهيت عليها صراحة ما حطيتش فيها. كيفاش نعرف وانا داك الشحيحه تاعي راني عارف على بالي شحال راه فيها الشحيحه تاعي، راه فيها مليون. لو تقولوا لي كيف عرفتي بلي راه فيها مليون كيفاش تحصي؟ انا كيما تشوفوا هنايا شهر افريل راني حاطه 200,000. 200,000 هذيك نعلمها بالزائد حطيت 100,000، ومن بعد 15 يوم ولا 20 يوم ولا زدت 100,000، راني معلمتها بالزائد. يعني حطيت 100 ندير زائد، حطيت 100 ندير زائد، حطيت 100 ندير زائد. كما راكم تشوفوا البنات بالطريقة هذه. 100,000 كي نحط ندير زائد، 200,000 كي نحطها ندير في. نجربوا 200,000 بالفي، 100,000 بالزائد، 50,000 بالناقص. فهمتوني؟ هنايا كيما تشوفوا هنا حطيت 100,000 اليوم درت زائد، غدوة حطيت 200,000 ندير في. غدوة اللي عليه حطيت 50,000 راح ندير ناقص. غدوة اللي عليه ثان عندي غير 50,000، ما عنديش 100,000 وما عنديش 200,000، راح غير هذيك الناقص نزيد لها شرطة تولي زائد، تولي عندي 100,000. عندي هنا 50,000 نزيد لها 50 أي تولي عندي 100,000. بهذه الطريقة نحسب كيما راكم تشوفوا هنا زائد ومن بعد في ومن بعد ناقص. يعني راهي عندي 400,000، عندي زائد 100,000 والفي 200,000 300,000، وهذيك الناقص اللي زدتها تولي عندي 400,000، نزيد ناقص تولي عندي 450,000. هذه في الشهر كي نحط. انا كاع جامي حطيت عندي شهر واحد اللي راني حط فيه 400,000، الشهور الاخرين كاع 100 في الشهر، 200,000 في الشهر. كيما شهر سبتمبر كيما راكم تشوفوا، لكم تشوفوا في الشهر تاع سبتمبر راني حاطه، راكم تشوفوا الزائد اللي في سبتمبر راني حاطه 100,000 برك. تلقات لي مع الدخله تاع ليكول، زعما تلقات لي مع المناسبات الربحات ومن بعد الدخله تاع ليكول والعراس وهذيك وهذيك، ما طاحش في يدي. وهكاك وشوفوا راه عندي مليون، مع العلم انا ما عندي حتى مدخول. البنات انا ما نخلصش من القناه تاعي، القناه تاعي مازال ما تحققتش الشروط تاعها، مازال مانيش نخلص منها. ما عندي حتى مدخول، يعني البطاله وما عنديش، ما عندي حتى مدخول. هذا غير المصروف تاعي هكا كما يعطي لي الزوج تاعي نحط وندس. البنات بهذه الطريقه راني نقول لكم الى اللقاء وفي وصفه اخرى ان شاء الله.